السلام عليكم، اهلا وسهلا بالعائله والحباب وخواتاتي كل ما شاف هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم فطوري اللي بلا كثره الوقوف، بلا كثره المقادير، بلا ما تكلفي راسك اختي، وفي ساعه تحضري طبيله متنوعه وبنينه ولذيذه لوليداتك ومتنوعه وبلا العجينه. ماشي ضروري ديما خصك ديري واحد العجينه وتعجني باش توجدي الطبيله. كما كتشوفوا طبيلتي متنوعه ودغيا كتوجد في ساعه كتوجدي فطورك، وكذلك كتكون بنينه ومتنوعه. هنا غنشارك معكم ان شاء الله واحد الطورطه بارده، ها هي اللي فين كنوريها لكم بعد ما قطعتها، كتجي زوينه بارده بزاف لهكذا الفطور. وكذلك عندي هنا الحريره، عندي واحد التحليه اللي كتجي حتى هي بنينه وطريقه جديده ان شاء الله غادي نشاركها معكم، كتجي واعره بزاف وما فيهاش شي مقادير كثيره. الحريره ديالتي، الملوي ديالي هكذا معمر. ان شاء الله غيكون واحد الفطور اللي ساهل وساهل في التحضير ديالو. اول حاجه دخلت الكوزينه هنا، نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالتحليه هي الاولى. خديت هنا زلافه كبيره ديال الفورس كما كتشوفوا، واحد جوج معالق هكذا كبار ديال الزبده. المهم القياس ديال المول ديالي انا متوسط، داكشي علاش درت زلافه كبيره. بالنسبه للزيت غنحتاجو فقط جوج معالق. كما كنقول لكم ديما فطور اقتصادي وبنين، ماشي بالضروره ان تكلفي راسك باش انك توجدي واحد الطبيله للفطور هكذا لوليداتك. داكشي اقتصادي ولكن متنوع، كيبقاو غير الافكار الاخوات. المهم جوج معالق ديال الزيت كما شفتوا اللي ضفت هنايا. وغادي نضيف كذلك هنا سنيده. بالنسبه للسنيده غادي ناخذ واحد القياس ديال 3 المعالق ديال سنيده، لان ما عنديش الكميه كثيره، فقط دايره زلافه كبيره ديال الفرص، داكشي علاش درت غير 3. غادي نضيف كذلك واحد شاشيه ديال الفاني، هذه اختياريه. تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش. انا عزيز عليا الفاني، يعني انا من عشاق ديال النكهه ديال الفاني، داكشي علاش انا كنضيفها بزاف. غتشوفوها عندي. نتوما بغيتو تكتفيو غير بها هكذا ما تزيدوهاش. هنا غادي نزيد واحد نص باكيه ديال الخماره حمراء، غادي ندير غير نص لان عندي كميه قليله. صافي هادشي اللي غادي ندير فيها الاخوات، وغادي نبقى نرمل هادشي كامل غير بصبعي بيديا، يعني بالصبعان ديال يديا، باش نحصلوا على واحد الدقيق اللي كيكون مرمل. ها نتوما الاخوات، لان الطورطه ولا الحلوه اللي كنديروا بارده كتكون زويونه، يعني كتكون العجينه ديالتها بحال كوكيز. صافي ومن بعد غادي نجمعوها بالحليب. هنا الاخوات غادي نحيد انا الخلاط اليدوي، وغادي نستعمل غير بيديا، وغادي نحاول هنايا غير بقى نجمع يديا. هنا بالنسبه للحليب راه غير نص كاس، راه ما درتش كاس كامل لان هزات لي غير نص كاس. غادي نحاول نخوي في البوطاجين وغادي نجمع. ها نتوما شوفوا البنات كيفاش جمعتها دغيا دغيا كما قلت لكم. ما كندلكوها ما والو، هي هاد العجينه ما كتدلكش، فقط كنجمعوها غير بيدينا هكذا. كنبغيو حنا الغرض ديالنا نحصلوا العجينه هكذا مجموعه تبقى مرمله من الداخل. صافي من بعد خديت هاد المول هذا دزاج اللي غادي يدخل الفران. انا خديت القياس هذا كما كتشوفوا متوسط، وطلقت هاد العجينه ديالتي بالمدلك. ما كترتاح البنات، ما كتخمر ما والو، مباشره كتطلقيها بالمدلك وكتنزليها. صافي دخلتها الفران. هنا الاخوات راه داخله الفران. هنا جيت نشارك معكم الكريمه اللي غادي ندير فيها. هاد النشا هادي ولا هاد الكريمه هادي بالنكهه ديال الحامض، كتكون بنينه بزاف واقتصاديه غير ب5 دراهم. مي يدخل رمضان الاخوات وانا كنخدم بها والحمد لله وباقا عندي. ها نتوما بها باش كنخدم وغير 5 دراهم كما كنقول لكم ديما. خديت نص لتر ديال الحليب، غادي ناخذوا واحد 3 ديال المعالق ديال هاد الكريمه ولا هاد النشا. هانتوما وغادي ناخذ سنيده. بالنسبه للسنيده نتوما على حسب الذوق ديالكم. غير واحد الحاجه ما تنساوهاش، بان راه العجينه ديال الطورطه ديالنا ولا الحلوه راه حتى هي حلوه، يعني فيها سنيده. ما نكثروش بزاف السنيده باش ما تجيش هكذا حلوه بزاف ما تقدروش تاكلوها. هنا نتوما شفتوا عاوتاني عندي ازا ديال الفاني. زدت هنا واحد الشاشيه اخرى لان كما قلت لكم انا من المحبين ديال النكهه ديال الفاني. نتوما ليكم الاختيار، لان اصلا ما بغيتوش ديروها غير ما ديروهاش الاخوات. هاد الكريمه هذه اصلا راه منكهه بنكهه ديال الحامض، يعني تقدروا تكتفيو غير بهذا النكهه الحامض بركه. صافي غادي نبقى نخلط انا مزيان. ضروري تخلط مزيان باش ما يبقاوش ديك الحبيبات اللي تحت القاع ديال الكاسرونه ويتكوروا لكم ويتحرقوا لكم. صافي درتها في البوطه وخليتها حتى غلات على الخاطر. ها هي ديال الاخوات فين خرجتها كما كتشوفوا. راه ضروري تكون مغليه مزيان، ضروري تغليوها.
ضروري حتى تشوفوها كتعقاد، عاد وتحيدوا تطفيو عليها البوطه وتزيدوا ليها واحد المعلقه صغيره الزبده والصافي، غير باش داك الكريمه ديالنا كتجي كتلمع. واحد المعلقه صغيره فقط اللي ضفت انا، ولكن ضروري تعقاد ليكم في البوطه، ماشي غير تغليو وتحيدوها، لا حتى تعقاد. صافي غنخليها في جنب حتى تبرد وغادي نضيفها. هنا جيت نشارك معكم التحليه ديالتي العجيبه اللي كيحمقوا عليها وليداتي، واقتصاديه وواعره فنه، ما يتمكنش اللي ذاقها ما تعجبوش. غادي نكهها ان شاء الله نكهها انا بالقهوه. هاد النوع هذا ديال بيب تقدروا نتوما تضيفوا نسكافي، المهم تكون قهوه سريعه الذوبان. خديت نص، بصراحه هنايا لتر ديال الحليب ماشي نص، تقدروا نتوما تنقصوا الكميه. المهم انا لتر ديال الحليب اللي ضفت. عندي هنايا معلقه وحده ديال القهوه كما كتشوفوا. غادي نضيف ليها واحد شاشيه وحده ديال الفلو، ها نتوما، ديال الشوكولات. علاش الشوكولات الاخوات؟ لان الشوكولات كيتواتى بزاف مع القهوه. تقدروا نتوما ما ديروش القهوه، اللي ما كتعجبوش النكهه هاد القهوه ما يديرهاش، فقط يكتفي غير بفلو ديال الشوكولات، لان باقي ان شاء الله التحليه غنزيدوا فيها الشوكولات. بالنسبه للقهوه اللي باغي يديرها تقدري ديري حتى ديال نيسكافي، المهم اي نوع تكون سريعه الذوبان. صافي ضفت وحده كذلك، وغادي نضيف سنيده ديما كما كنقول لكم الاختيار على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. انا ضفت هنايا تقريبا وقيله 2 معالق. وهنايا غادي نضيف كذلك هاد الكريمه هذه الاقتصاديه العجيبه ديال 5 دراهم، لا غلى على مسكين. هذه خدمي فيها رمضان كامل ان شاء الله. هنا ضفت واحد القياس ديال داك 2 معالق اللي كيكونوا عامرين، 2 معالق باش تعقد لينا. انا الاخوات هنا راني درت لتر د الحليب، نتوما الا كنتو غديروا غير نص لتر فديروا غير معلقه وحده، ما ديروش 2 معالق. انا دايره لتر داكشي درت 2. صافي خديت هذا الخلاط الكهرباء، هذا الخلاط اليدوي ديالي، وغنبقى نحركها مزيان. ضروري حركوها مزيان باش ما تكور ليكمش، لان الا ما حركتوهاش غادي تكور وغادي تهبط لتحت وغادي تحرق لكم من القاع ديال الكاسرونه. صافي هنا بديت كنحركها مزيان بهذا الخلاط اليدوي، عطيتها الخاطر تتحركات مزيان ورديتها تغلات. هنا الاخوات صافي راه الكريمه ديالتي ولا التحليه ديالتي راه غلات مزيان. هانتوما راه جلسات شي مده وهي كتغلي. ضفت ليها هنايا الشوكولات، هنا الشوكولات واحد 2 دراهم ديال الشوكولات تقريبا اللي ضفت ليها. كثرت ليها شي شويه الشوكولات، واخا راه الحليب راه شرب ليا الحليب، ما بقاش عندي ليطر الاخوات، راه نقص ليا غير باش تعرفوا. صافي وحركتها مزيان حتى حركته بالمعلقه مزيان داك الشوكولات باش ما يبقى لياش في القاع ديال الكاسرونه. ضروري تحرك مزيان. وبديت كنخويهم هكذا في الزليفات ديالي الصغار هكذا. هادو اللي شاركت معكم اللي كنت خديتهم غير ب3 دراهم، بصراحه كينفعوا وزويونين وجاو حليولين هكذا فوق الطبيله. المهم انا راني عمرتهم تما وخليتهم يبردوا. هنايا جيت بالنسبه للكيكه بعد ما صافي طابت ليا حتى وجدات ليا على الخاطر، خديت داك الكريمه كامله اللي عندي، خويتها فوق داك الحلوه ولا داك الكيكه وحده شنو غادي نسميها. صافي الاخوات غادي نزينها دابا. هنا عندي التفاح والفريز باش غنزينها حتى تبرد ليا بالحق. هنا الاخوات راه بعداتيك مشيت ساليت وخرجت لواحد السخيره جاتني على غفله هكذا، خرجت على برا وجيت هنايا كنشارك معكم الطبيله ديالتي. كنوجد هكذا الطبيله هنايا، كنوجد ديما الطريقه ديالتي، غير كنزل الفطور باش ما كنتزاحمش مع الطبيله ديال رمضان. ديما كنحط المعينات الكيسان ديال العصير ديال اتاي، الطبيصلات فين كنحطو سلو الشباكيه، الا كانت عندي البريوات التمر كنوجد كلشي في الطبله قبل كما كنقولوا سميتو الوقت ديال المغرب باش كتجيني ساهله. كيبقى داكشي غير اللي وجدتها كنديها مباشره للطبله. هنا دخلت الكوزينه صافي راه ما بقى والو المغرب. دخلت الكوزينه باش كنزين هنايا ديك الكيكه ولا ديك الحلوه اللي عندي. خديت التفاح قطعته بحال هكذا شرائح رقيقه وهكذا وزينته فوق داك الكريمه. ضروري كتكون الكريمه كنكونوا ردينا هاد الحلوه ديالتنا في الثلاجه، ضروري كتبرد، ضروري واحد الساعتين في الثلاجه، بعدا تشد واحد البروده ولا واحد نص ساعه في الفريغو. اللي ما عندهاش الوقت ما بقاش الوقت ممكن تدخليها غير الفريغو نص ساعه كتكون بارده، غير هي كتكل بارده مزيان حتى كتبرد على الخاطر. عاد كنزينوها بداك التفاح ولا الفريز اللي عندكم موجود تقدري تزينيها. هنا كذلك حتى التحليه ديالتي بردات وشدت راسها، خرجتها
وحتى هي كذلك قطعت عليها غير شويه ديال هكذا ديال البنان. تقدروا نتوما تزينوا باللوز افيلي، تقدروا تزينوها بالشوكولات، تقدروا تزينوها باش ما عجبكم، وتقدروا تخليوها هكذا كتجي بنينه طبيعيه، كتجي لذيذه بداك النكهه ديال القهوه والشوكولات كيتواتاو كيجيو زويونين. هذه هي الطبيله د اختكم رشيده، كنتمنى تعجبكم، تجيكم اقتصاديه وعلى قد الجبس عفوا وتعجبكم. ولو وصلتوا لهنا ما تنساونيش بواحد اللايك، الله يجعلكم في ميزان حسناتكم. ولأول مرة كتشوف القناة كنقول لك اختي الى عجباتك القناة ديال اختك رشيدة، نتمنى تشتركي وتفعلي الجرس وواحد اللايك باش يبدا يوصل لك كل جديد. قناتي متنوعه كما كتشوفوا، فيها روتينات، فيها الاقتصاد، فيها التوفير، فيها التقديه، وفيها الجولات اكيد.